يا مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل مع بعض سلسلة وصفات السندوتشات السريعة، ومعانا النهارده هنعمل الشيش طاووق. هنجيب كيلو ونص اوراق دجاج مخلية، ومعانا التوابل مع توم باودر وبصل باودر ومرقة باودر وفلفل اسود وبابريكا مدخنة وملح ورشة ملح بسيطة. هنحط التوابل الناشفة دي كلها على الفراخ، هنتبلها في بعضها كويس جدا، نقلبها كويس جدا. وبعد كده نضيف الصوصات، معانا مايونيز وكاتشب وويسترشاير صوص ومستردة. هنضيفهم على الشيش بعد ما حطينا التوابل الباودر. هنضيف الحاجات السايلة دي كلها، هنقلبها كويس في بعض جدا. بعد كده هنضيف علبة زبادي ونقلبهم مع بعض كويس جدا برضو. التوابل لما بتتحط صح والصوصات بتدي نكهة مختلفة بجد لأي فراخ بتتبل. فأنا عشان كده لازم أول حاجة بتبل الباودر الأول مع الفراخ لوحدهم، عشان أحس إن الفراخ شربت من التوابل كويس جدا. بعد كده لما خلصت الصوصات، حطيت رشة توابل من بتاعتنا، الفيديو عندكم على القناة، رشة بسيطة جدا. وضفت معلقة صغيرة وضفت معلقة صغيرة من السيراتشا، صوص السيراتشا. طبعا ده اختياري، ما ده الناس اللي بتحب الشطة يعني، أو الحاجات السبايسي. بعد كده هنحط معلقة خل صغيرة ونغطيها ونحطها في التلاجة 3 ساعات، ويستحسن لو ليلة كاملة. خلاص تبلت صح، هنطلعها وهنجيب أسياخ خشب ده من بتاعة الشيش طاووق، وهنقطع بصل وطماطم وفلفل. أنا ما كانش عندي طماطم فحطيت بصل وفلفل بس. وطبعا الخضار ده اختياري، يعني اي حاجة اصلا عايزين تشوها مع الفراخ على الشواية عادي بنحطها. في ناس بتحط بتنجان عادي جدا. وبعدين هنجيب الاسياخ بالشكل ده، هندخل فيها الخضار. وبعدين هندخل فيها الفراخ لغاية ما تبقى معانا بالمنظر ده. بعد كده هنجيب الشواية اللي هنحط عليها، لو شواية على البوتاجاز مثلا أو شواية كهرباء، هنحطها على نار عالية أو حرارة عالية، بحيث إن هي ما تفقدش ميتها كلها، عشان ما تتحرقش مننا وتنشف الفراخ تنشف. أنا هنا كنت بشوي على الفحم، فطبعا الطعم بيبقى تحفة. بس في نفس الوقت برضو لو على شواية عادية بتبقى جميلة جدا برضو. بعد التسوية حطيتها في سندوتشات وعليها كاتشب ومايونيز، وبجد يا جماعة الطعم بيبقى فظيع. جربوا الوصفة دي وهتدعولي. ومستنية رأيكم في الكومنتات، واعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد.